عمري كلمة ومن رحت صحت وراك. روح بشوفتك إلها نفس ضال، بشمس الشوق أحس إنك نفس ضال. نفس ضال كثر ما سال نفراقك، نفس ضال اللي بمكفى يظل ينشاف فيه. لست من المتنافسين رغم أنني في المسابقة وفي ما بين أخواني الشعراء، لكن تجربة أخوضها لعلي أن أكون في المقدمة. عمري ليل خل أشوفك يا حبيب، سنين صار مفارق عيون النهار. شوف كم غيمة مواويل اللي بصدر الكل مسا يمطرها صوت. اللهفة نار ومن نريدك شرد أقلك، واللي بصدر الشوق ما يبرد لليل، واللي يحب ما له وقت يرتاح بيه. شلون أنام وصورتك تتمدد بعيني نهر ما له نهاية، من نكض شباك فرقاك وأهزه يطيح بجفوف غيابك، واسطر دموعي لأن ما بيها حوضك وانت تدرى اعتب عليك. يا المطشر من سواليفك حكي دفتر براسك. لا تضيع لا تضيع، ضيعة الدخان لو مدت جنح بعيون الولاية الغريبة، واكسمت دروب الخلق تمطر مشابك، وصبخة صارت قاع خصري يمتى تمطر فوقها شبقة ملاقة، وفوق خديني تخضر بوستك شتلة نهار. انت يا جامع ورد بس الفراش يصل بيه، يا ورد روحي تعال ترضى كل هاي الفراشات اللي بروحي تعيش غربة. يا ورد روحي تعال ترضى كل هاي الفراشات اللي بروحي تعيش غربة. رحت ودموعي سلف طالع عراضه، ترد وان عذرك تدري الغايب عذره وياه. ترد وان عذرك ولو تجيني بلا عذر، بلا عذر صدقنا عذرك. لو تجيني بلا عذر بلا عذر صدقنا عذرك. وأتمنى للجميع الموفقية رغم أن لا مكان إلا للإبداع في المقدمة. حمزة الحلفي شفتك. والله أنا أمام هذا الشاعر ما أقول رأيي قبل رأي المقدم. تفضل أستاذ عريان. والله شاعر جميل، مشروع شاعر رائع. بعدين تناول لصور جميلة ورومانسية بها قصيدة، وبها وحدة موضوع، وبها كل الأشياء، كل مميزات القصيدة الناجحة. طيب دكتور ميمون. يعني المشاعر كانت حلوة وصادقة، بس أنصحه إلى نصيحة أن لا يهمل نهايات الأبيات. يعني لا ينزل صوته إلى، يعني احنا نسميه إهمال، لا لازم يعطيها أهمية، يعني لا ينزل يموت النهايات فقط. كنت أبحث عن هاي الترافه وهاي الرومانسية، لقيت عاد مظهر جميل ممتاز. طيب أحب تيجي نعم ما أعطيت رأيي ترى. تفضل. يعني أنت لو تيجي تلاحظ غرابة المنظر اللي حكاه، حتى اللغة مالته بالأوذي اللي هي دائما تعتمد على معاني كبيرة اشتغلها بشفافية مو طبيعية. قصيدته هذا التناوم، اللغة الجميلة، الاستعاضات، الاستدلالات اللي ثبتها بالقصيدة. يعني مثل ما قال زميلي أبو نورس محمد، يقول كنت أنا أدور على هذا الشعر. يعني فعلا ماكو قصيدة غزل طلعت لحد الآن، ما سمعنا قصيدة غزل، يعني نادرا ما سمعنا، بس هي القصيدة الأبرز غزلا، يعني قصدي مو بالمسابقة يعني. طيب فأتمنى له التوفيق. تتوقعون الشاعر يحمل رقم 15 يكون هو الأول؟ يجوز. خلينا نشوف سوا، يلا.